بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا خير في أحسن حال. موضوع فيديو النهاردة إن شاء الله هو طريقة تغيير التروس لمضرب بيض صيني. ده مضرب بيض صيني زي ما قدام حضراتكم كده. المشكلة إن هو عندي هنا السلاح أو السكينة مش بتتحرك أثناء التشغيل. نشغل مع بعض كده ونبص عندنا على الترسين كده شغال اهوت. الموتور شغال وعندنا التروس مش بتلف. اصبح عندنا التروس متأكلة ولازم تتغير. هفك عندي هنا 4 مسامير دول، 1 2 3 4 5 وهنشوف مع بعض. بعد ما فكيت المسامير اللي ماسكة عندي هنا الجسم بتاع مضرب البيض في بعضه، في عندي سوستة. السوستة بيكون راكبة فين؟ بيكون راكبة عندنا في الدراع اللي هو ده، اللي هو بنضغط عليه يخرج معانا السكاكين او السلاح من التروس. بيكون السوستة راكبة بالشكل ده كده اهوت. هنركب ده على جنب كده وهنيجي عند هنا هنفك عندي المسامير اللي ماسكة عندي هنا جسم الموتور. ادي 1 2 3 مسامير. لو لاحظنا عندي هنا نلاقي هنا يا اصدقائي، بص كده نلاقي عندك هنا التروس اهيت باين علينا متأكل اهيت، باين الترس المتأكل. المفروض كده ميلفش معانا لكن بيلف اهوت. الترس التاني برضه نفس الفكرة اهوت. هفك عندي هنا جسم الموتور عشان نغير التروس. كده فكيت المسامير اللي ماسكة عندي هنا الموتور في جسم المضرب. ولازم تخلي بالك لما تفك اي جهاز كهربائي، تاخد بالك وتعرف المسامير مكانها فين. المسمارين دول هنا زي بعض، والمسمار الصغير ده يعتبر ورا. المسامير دي الحجم بتاع غير الحجم بتاع اللي ماسك الجسم في بعضه. عندنا لما فكيت عندنا الموتور، الفبرة دي بتكون متثبتة بنفس المسمارين. فك كده وخلي بالنا من الأسلاك، مفيش سكة قطع مني علشان أقدر أرجع كل حاجة زي ما كانت والجهاز ما يبص مننا. أول حاجة هتلاقي عندك الترسين دول، كل ترس فيه تيلة ماسكاه، تيلة اهيت وتيلة اهي. طبعا جاهز عندي هنا الترسين همت. في طبعا مقاسات كتير جدا جدا. دي يعتبر اشهر مقاس او اكتر مقاس متوفر في السوق، اللي هو المقاس ده منتشر جدا جدا في مضارب البيضة اللي هي الصيني. هفك عندي هنا تيلة اللي ماسكة عندنا الترس كده. فكيت التيلة اهيت، في تحت التيلة وردة رقيقة خالص اهيت. هشيل اول ترس كده واجيب الترس عندنا واحد من الجداد. ممكن ادي عندنا نقطة شحم بسيطة او شوية زيت عندنا عشان يبقى الترس يتحرك بسلاسة. نقطة شحم صغيرة خالص هنا كده على الجزء ده، يعتبر اللي هو المحور بتاع الترس، وهنا برضه في الجزء ده كده علشان بس الترس ميتأكلش مع الشغل. بعد ما وضعت كمية شحم بسيطة جدا جدا على المحور بتاع الترس اهوت، بتتركب الترس عندنا بأي شكل من الأشكال. كده عندنا الترس طالع محمل مش عايز يركب أو بيركب بصعوبة. هفك الترس تاني وامسحه بقطعة قماش كده. فكيت الترس ومسحته بقطعة قماش، واجي عندي عند الجزء ده دهوت وقطعة صنفرة ناعمة جدا جدا كده، وابتدي احاول اصنفر عندنا الترس عشان يركب معايا مرتاح. بعد ما صنفرت الترس شوية هبتدي نجرب كده. لازم الترس يركب معايا مرتاح كده. الترس يركب معايا اهوت. طبعا مينفعش الف كده، بلف كده الموتور الترس بيلف معايا اهوت. هنخرج الترس تاني واديله بقى يغطي قطعة شحم مكان اللي احنا مسحناه كده. اديت الترس الشحم تاني اهوت وهنركبه مكانه. وهنجيب عندنا الوردة اللي هي الرقيقة دي خالص وهنركبها. بعد كده نجيب التيلة اللي فكناها ونركبها اللي بتمسك معانا الترس. كده ركبت التيلة اهيت. نبتدي نفك بقى الترس التاني بنفس الطريقة برضه. نفك برضه التيلة الأول. خلي بالك التيلة عشان تطير منك وانت بتشتغل.
نفك الترس التاني ونجيب الترس اللي هو الجديد. دول كده اتنين قدام، باين جدا اثار التآكل اهوت في التروس الاتنين. هنجيب الترس الجديد ونشوف كده الترس هيبات مكانه مرتاح ولا محتاج برضو يتصنفر. محتاج برضو يتصنفر. هنصنفر الترس بنفس الطريقة برضو بالجزء العالي ده والجزء العالي ده. كده صنفرت الترس التاني اهوت. هنبتدي نجرب كده. الترس لسه راكب محمل شوية، هديله كمان هدي صنفره كمان شوية علشان مينفعش الترس يبقى ايه محمل. كده صنفرت الترس تاني. امسح بقى الرايش بتاع البرادة بتاعة البلاستيك قطعة قماش. بعد كده هدي برضو قطعة شحم خفيف، ده شحم خفيف مش شحم تقيل، في الجزئين اللي هو الجزء العالي ده والجزء اللي هو التاني اللي هو ده، اللي هو يعتبر محور الارتكاز بتاع ايه بتاع الترس. وهنيجي لأهم نقطة بقى، هنيجي لأهم نقطة في تركيب التروس ومضرب البيض، اللي هي ظبط التقسيمة بتاع الترس. لأنك لو ركبت الترس بدون ظبط اللي يحصل التروس لو شغلت بيها السلاح اللي هو العريض اللي يحصل عندك تآكل أو تكسر فيه التروس. هنشوف مع بعض دلوقتي. هجيب الترس عندي هنا وهنركبه كدهوت، ولكن مش هنركبه لحد الآخر، يعني نسيبه بس كدهوت. ونجيب عندنا السلاح اللي هو ده. عندنا طبعا بيكون فيه سكينتين أو سلاحين، مش هشتغل بده، هشتغل باللي هو ده. واجيب عندنا السلاح اللي عندي في الترس اللي هو ركبناه. هنركب في الترس اللي ثبتناه وركبنا له التيله السلاح دوت كده، ونجيب السلاح التاني ونركبه في الترس اللي لسه ما ثبتش مكانه. ونظبط عندنا بقى الاتجاه بتاع السلاح من الترس اللي هو لسه ما ثبتش. اخلي عندي الدراع دوت يعتبر في ايه كده اهوت في نص التاني، يبقى عندنا الجزء ده كده اهوت في نص ده. نلف الترس ده كده اهوت كده، يبقى عندي هنا الجزء دهوت في نص ده، علشان لو حصل عندي عكس كده، لو الاتنين قبلوا بعض اللي يحصل الترس عندي هيتاكل. وابتدي اركب عندي هنا الترس دوت كده اهوت كده، الترسين ركبوا. وابتدي بقى اشيل عندي السلاح تاني واركب عندي الوردة اللي هي الرقيقة ديت، واركب التيلة اللي ماسكة عندي هنا الترس. وكده يعتبر احنا ركبنا الترسين. هبتدي بقى اقعد عندي هنا تاني الموتور مكانه، وثبت عندي الفبرة ديت بالمسامير اللي كانت متركبة بيها. بعد ما ثبت الموتور بتلات مسامير، هبتدي بقى اركب عندنا الجزء اللي هو دوت اللي هو بيضغط على السلاح يخرجه من مضرب البيض في المكان بتاعه. وابتدي اقفل عندنا المضرب زي ما كان بالظبط اهوت. اربط المسامير كده، قفلت المضرب زي ما كان اهوت. اخر ملاحظه بس، ان عندنا هنا لو جيت تركب السكاكين او السلاح على الترس الجديد وركبته لقيت الخفيف كده، تاخد السوسته اللي هي القديمه اللي هي في التروس القديمه وتركبها في التروس الجديده، لان ساعات بيكون السوسته ديت ضعيفه، فبالتالي بتركب السلاح ما بيمسكش معاك. دي اخر ملاحظه كده، تجربه سريعه كده عشان نختم الفيديو. كده الترسين اشتغلوا معانا همت، وكده نكون وصلنا نهايه الفيديو. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.